السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض كيكة الشوكولاتة بصوص الشوكولاتة، غرقانة فيه صوص كده تحفة اقرب لطعم الدونيت. جميل جدا جدا جدا. ان شاء الله يعجبكم. والكيكة طرية وجميلة وهشة، مع كريمة ممزوجة كده مع صوص الشوكولاتة. طعمها حلو جدا، اقرب للتورتة او للجاتو. يلا بينا نشوف المقادير. متنسوش اللايك والاشتراك. انا معايا هنا صوص الشوكولاته، هحضره في الاول عشان يبرد معايا. 4 كوبايات من اللبن. معايا 3 معالق كبار من الكاكاو المحلى. لو انت عايز تستخدمي كاكاو خام هيبقوا معلقتين كبار فقط. معايا 3 معالق كبار من السكر عشان انا معايا كاكاو محلى. لو هتستخدمي كاكاو خام هتستخدمي حوالي 5 معالق من السكر. معايا معلقتين كبار من الكاستر. عايز تستبدليه بالنشا تمام، بس الكاستر بيدي طعم احلى واقرب للدانيت في صوص الشوكولاته. معايا 100 جرام من الشوكولاته المبشوره اللي موجوده عندي، اي نوع شوكولاته تفضليها او موجوده عندك. معايا بقى للتطعيم معلقه كبيره من شوكولاته النوتيلا. ما عندكيش وحابه تستبدليها بالفانيليا السائله او الفانيليا البودر، تمام. يلا بقى نضيف كل المقادير على بعض، السكر على الكسر على الكاكاو. كل المقادير دي، بس مش هنضيف دلوقتي ولا كاكاو ولا الشوكولاته المبشوره ولا النوتيلا. هفضل اقلب الكلام ده. اول ما احس ان اللبن بدأ يسخن عندي، ما غلاش، بدأ يسخن عندي، هضيف الشوكولاته المبشوره عندي، وهضيف معلقه النوتيلا الشوكولاته اللي موجوده، وهقلب الكلام ده كله بقى. تفضل ايدي فيه اقلب فيه لحد ما يبتدي القوام بتاع الصوص الشوكولاته يتقل معايا ويغلي ويبقى بالشكل اللي انتي شايفاه ده. هو مش بيبقى قوام عامل زي المهلبيه، لا، اخف كده بالطريقه دي. طبعا لما بيبرد بيبقى القوام بيختلف. هاخده اصبه في طبق عندي غويط عشان ابتدي اسيبه على جنب عشان يبرد معايا، عشان هستخدمه في الكريم شانتيه معايا. القوام بتاعه حلو قوي كده، ولسه هيتقل شويه لما يبرد. تمام قوي كده. احلى صوص شوكولاته ممكن على فكره تحطيه في اطباق وتاكليه كده لوحده. يلا نحضر للكيكه بتاعتنا. معايا 2.5 كوبايات من الدقيق، انا نخلاه. 4 بيضات بدرجه حراره الغرفه. 1.5 كوباية من السكر. ربع كوبايه من الكاكاو. كوبايه من الا ربع من الزيت، وكوبايه من اللبن. كيسين فانيليا وكيس بيكنج باودر. يلا بينا نشوف هنعمل ايه الاول في المقادير الجافه. انا اسفه جدا على الصوت عشان انا تعبانه، فاسفه جدا على الصوت. ضفت البيكنج باودر على الكاكاو وعلى الدقيق، وفي ذره ملح صغيره هنحطها يا جماعه. يلا في بوله هنضيف البيض اللي عندي، بيضه بيضه، ال4 بيضات هنا مع بعضهم بالشكل اللي انتي شايفاه ده. طبعا بيض هنضيف معاه فانيليا، والسكر انا ضفت 1.5 كوباية بس الجزئية دي ما اتصورتش. وابتدي اضرب يا في الخلاط يا بالمضرب الكهربائي، الاتنين هيدوكي نتيجة واحدة. بس اهم حاجة تفضلي تضربي لحد ما القوام يفتح معايا ويبقى ابيض بالشكل اللي انتي شايفاه ده. هبتدي اضيف الزيت معايا واضيف اللبن السوائل. طبعا وانا بضرب في الكلام ده كله انا فاتحه الفرن يا جماعه على درجه حراره 180، والفرن بيسخن عندي. هبتدي دلوقتي اضرب الكلام ده كله، وبعدين اجيب الدقيق وانزل بيه على الخليط اللي عندي شويه بشويه، وانا بنخله بالشكل اللي انتي شايفاه ده. هنزل بالمقدار كله اللي موجود عندي، وبعدين هضربه برضو بالمضرب كده ضربتين عشان كل المقادير اللي عندي تتجانس وتندمج وتتداخل مع بعض، والقوام عندي يبقى جميل بالشكل اللي انتي شايفاه ده. يلا بقى انا عندي صينيه بتاعتي. انا هنا هستخدم صينيه مقاس 30 عشان مش عايزه الكيكه تطلع مرتفعه قوي معايا، عشان في طبقات هتتحط. ودهناها زيت ومعفراها بالدقيق، طبعا احنا عارفين الكلام ده. هنزل دلوقتي بالكيكه الشوكولاته اللي معايا كلها وابتدي اضغط عليها كده ضغطتين 3، وبعدين اروح مدخلاها عندي الفرن على رف متوسط درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني. مش هفتح عليها قبل ما يكون عدى عليها نص ساعة او شميت ريحتها. انا هنا بقى هحضر الكريم شانتيه. معايا كوباية متلجة من اللبن، معايا كوباية من الكريم شانتيه البودر. هبتدي اضرب فيه لحد ما القوام بتاع الكريم الشانتيه يتماسك معايا ويبقى بالمنظر اللي انتي شايفاه ده.
هاخد بقى كوبايه من صوص الشوكولاته اللي احنا عاملينه، لازم يكون بارد، وهنزل بيه على الكريم شانتيه وهضربه كويس جدا. انا اسفه على الصوت تاني يا جماعه. القوام بتاعي بقى بالطريقه دي. يلا نشوف الكيكه بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن، بعد ما قعدت ساعه الا ربع. بصي طريه وجميله ازاي، تحفه جدا. بغرز ايدي بتطلع يعني جميله. هسيبها تبرد تماما، وتعالي بقى لحد ما تبرد نشوف هنعمل ايه. انا معايا كوبايه من اللبن، كوبايه من اللبن البارد عادي. هضيف عليه معلقتين من صوص الشوكولاته، وهبتدي اقلب الكلام ده كله كويس جدا. هروح على الكيكه بعد ما تبرد. ما تضيفيش اللبن والكيكه سخنه يا جماعه عشان ما تعجنش منك. هنا الكيكه بارده معايا واللبن بارد. هبتدي انزل بالكلام ده كله على الكيكه اللي موجوده عندي. بتديها طراوه اكتر وبتخليها طريه اكتر وبتبقى طعمها حلو قوي. هنا تمام. هبتدي اضيف بقى الكريم شانتيه اللي احنا ضربناه مع بعض على الكيكه بتاعتي بالشكل اللي انت شايفاه ده كله. ضيفي كل حاجه موجوده عندك، ما تسيبيش اي حاجه. وافردي بقى بالاسباتيولا بمعلقه باي حاجه، وافرديها كويس جدا على الكيكه كلها اللي موجوده عندك، وساوي السطح كويس جدا على قد ما تقدري. المفروض بعد ما هنساوي السطح كويس جدا بالشكل دوا، تدخليها التلاجة لمدة ساعة عشان تتشمع شوية. نجيب بقى بقية صوص الشوكولاتة اللي عندي، وابتدي ان انا اضيفه بالشكل اللي انت شايفاه ده. ما تضيفيش في النص مرة واحدة وتيجي بعد كده تحاولي تفرديه ياخد الكريم شانتيه معاكي ويطلع. هتضيفيه بالشكل ده على الكيكاية كلها عشان تقدري يبقى سهل التوزيع معاكي بالمعلقة وانت بتفرديه. نسيت حاجة يا جماعة، الكريم شانتيه قبل ما تفرديه كله بناخد منه حوالي ربع كوباية عشان نزين بيه الوش. ابني بقى معلش يعني دخل عليا وانا بسجل فجأة. هبتدي تسوي صوص الشوكولاتة بالراحة تماما لحد ما يبقى بالشكل ده. وبعدين هنجيب بقى شوية الكريم شانتيه اللي قلتلك عليهم، هنحطهم في كيس حلواني، ونفتحها فتحة صغيرة، ونبتدي نعمل خطوط بالعرض كده بالشكل ده لحد ما نوصل لنص الصينية. بخلة بقى الشيش طاووق، وتبتدي ان انتي تعملي تشكيل كده رايح جاي بالعصاية كده زي ما انتي شايفة لحد ما تخلصها كلها. كان معايا شوية من الشوكولاتة المبشورة، هبتدي ان انا احطها على بقية النص التاني بتاع الكيكة بتاعي. بتدي طعم حلو وبتدي شكل جميل بالشكل اللي انتي شايفاه ده. حلوة جدا وطعمها بيطلع حلو قوي يا جماعة، والله زي جاتو او الشوكولاتة وجميلة قوي. هبتدي ادخلها التلاجة لمدة ساعة. بعد ما تطلع من التلاجة بالشكل الجميل اللي انتي شايفاه دوا اهي تماسكت والكريم تماسك وصوص الشوكولاتة بقى جميل. هبتدي ان انا اقطع معاكم حتة عشان تشوفوها، بتبقى حلوة جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم. يا ريت تنفذوها، احلى طريقة لصوص لكيكة الشوكولاتة هتعجبكم جدا. نطلع حتة مع بعض في طبق. بصي الجمال، جميلة قوي اهي الكيكة بتاعتي والكريم والشوكولاتة حلوة قوي اهي. لو حابة الكيكة تبقى مرتفعة اكتر بتحطيها في صينية اصغر، بتبقى جميلة. بس الكيكة طرية جدا وجميلة يا جماعة. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك، واللي ما اشتركش في القناة يبتدي يشترك في القناة. وادعولي بالشفاء، واشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني عن قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.